وتبدأ قصتنا بشاب غني جدا واسمه جو، ومقضاها شرب وسهرات، ولأنه بقى سكران طينة ومش شايف قدامه فبيرن على سواق يوصله البيت، ويطلع ان السواق بنت اسمها ويو بنت فقيرة وعشان تعيش فبتشتغل اي شغلانه، وبالفعل خدته عشان توصله بيته، وهو راكب معاها شاف حبيبته اللي هربانه منه فوقفها بالعافيه في قلب الطريق عشان ينزل يلحقها، ونزل بسرعه عشان يدور عليها بس للاسف ملحقهاش، وعشان كده رجع متضايق وكان عايز يمشي السواق ويسوق هو، بس رفضت تخليه يسوق لانه سكران ومش خايف عليه هو، ده خايف على الناس اللي هيدوسها، لان معظم الناس غلابه ونازله عشان تاكل عيش، فما يجيش واحد غني زيك يدمر لهم حياتهم، ولانه اصر ياخدوا منها فرمته له في البحر. وده حبيب شاب فقير برضه عاش حياته كلها يحلم انه يكون وكيل نيابه عشان يقف جنب الغلابه ويساعدهم، لان عارف ان حقهم دايما مهدور، والنهارده اول يوم شغل ليه. ولما رجع جو البيت ابوه هزقه، وده لانه مضيع فلوسه على النسوان، وقال له عشان ارضى عليك لازم تتجوز البنت اللي انا جايبها لك، وده لانها بنت عضو مجلس شعب ولهم اسهم في الشركات بتاعتهم، وعشان يرضى ابوه ما يخسرش فلوسه فراح يقابلها في المطار، وهي دي العروسه واسمها وهي زميلته اساسا من ايام ما كانوا في الحضانه، وعشان كده مش متخيل انه اساسا هيتجوزها لانهم يعتبر متربيين مع بعض، بس مضطر ينفذ كلام والده، وعشان كده قدم لها خادم الجواز في المطار، بس هي اتخنقت منه ورفضت تاخده بسبب طريقته اللي قدمها لها بيها، لانه قال لها من الاخر احنا جوازنا جواز مصلحه، فاللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. ولما وصل عند الكارت اتفاجئ تاني وقال لها انت بتشتغل ايه بالظبط، ولانه معهوش فلوس في المحفظه فاداها خاتم الجواز كضمان على ما يرجع لها تاني ويديها فلوسها، فتاخد الخاتم ويتعينه في دولابها لحد ما يجي لها المجنون تاني ياخده، وتجهز التورتيه اللي هتقدمها لحبيبها بمناسبه مرور 7 سنين على حبهم، وزميلتها تقول لها انت فرحان على ايه، ده حتى ما بيرنش عليكي، وبعدها ترن عليه عشان يتقابلوا، وهو اساسا مشغول مع واحده تانية لانه رايح يقابل عروسه والدته جايبها له، وراحت لاهله البيت وهي في قمه السعاده، لا وكمان جايبه لهم معاها اكل، وقعدت كمان تجهزه لوالدته، ووالدته اساسا مش طايقاها، وده لان ابنها بقى وكيل نيابه وعايزه تشوف له عروسه غنيه عشان يطلعوا من الفقر اللي هم عايشينه، ومع ذلك اصرت تعمل لهم الاكل بنفسها لانها بتحب ابنهم، ويجي لوالدته تليفون بس كانت هي مشغوله، فردت هي على التليفون وعرفت ان اهله بيدوروا له على عروسه تانية، فاتضايقت جدا بس برضه ما بينت لهمش، ورجعت بهديتها وهي زعلانه، وطلعت غلها في التورتايه وقعدت تاكل وهي بتعيط لانها بتحلم باليوم اللي هتتجوز فيه الشخص اللي بتحبه. ولما عرف انها في البيت راح لها وخدها وعزمها ان هم يروحوا مكان سوا، ودول لما رجعوا البيت وهم بيتعشوا قالت لابوه انها موافقه على الجواز وانه لازم يكون في اقرب وقت، فجون اتفاجئ واتصدم، خدها في المكان اللي اتقابلوا فيه اول مره واللي مليان بذكرياتهم مع بعض في بدايه تعارفهم، وتاسف لها انه قابل عروسه تانية وانه عمل بس كده عشان يرضي والدته، وقال لها عمري ما هنسى اللي عملتيه عشاني ابدا، وده لانها هي اللي كانت بتصرف عليه ايام الدراسه، وهي كمان اللي جايبه له العربيه اللي راكبها، وده لانها كانت بتساعده لحد ما يحقق حلمه، ولبسها كمان خاتم الخطوبه وهي بتدمع من الفرحه لانها مش بتحبه بس دي مجنونه بيه، وعشان يرضيها كمان فقام يغني لها، وهو اساسا صوته وحش بس عمل كده عشان يقول لها انه قد ايه بيحبها وانه عمره ما هيتخلى عنها ابدا، وفي نفس الوقت سمعته وهو بيغني لها، هي حبيبه جو اللي كان بيدور عليها واللي هي هربانه منه اساسا، وتاثرت اكتر لما افتكرت ذكرياتهم مع بعض في نفس المكان، وعشان كده رنت عليه من غير ما تتكلم، بس هو حس ان هي اللي رنت، واول ما سمعت صوت ابوها بيزعق له فقفلت المكالمه، وده لانها بتخاف من ابوه لان هو اللي هددها تبعد عنه لانها فقيره ومش من مستواهم، وهم راجعين بالعربيه لقوا الدنيا بتمطر، والمشكله الكبيره ان المساحه مش شغاله، وجو لما عرف المكان اللي كلمته منه جوي فبعت السواق عشان يروح لها، فجوي اول ما شافته خافت وطلعت تجري، واول ما اتصلحت مشي هم مبسوطين، وخصوصا وقعدت تقول له بحبك وبموت فيك، ولانه ما بقاش مركز وشايف قدامه فعملوا حادثه، واول ما عدوا منها على خير قالت له ان هم تقريبا ضربوا حد، ولما نزل يتاكد اتفاجئ انه ضرب ومن خوفه سابها ومشي، ورجع وهو مرعوب وكذب عليه وقال لها انه ما حصلش حاجه وان هم يا دوبك خبطوا برميل، ولما رجعوا البيت قالت له العربيه اتبهدلت ولازم نصلحها، فقال لها ده عربيه خرده سيبك منها هتكلفنا كتير على الفاضي احنا هنرميها احسن، وده لانه مرعوب انه يتفضح بعد ما ضرب بالعربيه وسابها تطلع في الروح، وحتى ما فكرش ينقذها، وبكده مستقبله بقى في خطر، وترجع البيت وهي طايره من السعاده وهي عماله تبص لخاتم الجواز اللي كانت بتحلم بيه، لما جه مكان الحادثه وشافها اتصدم لانه شايف حب عمر بيضيع قدامه، وفي المستشفى كمان اتفاجئ انها حامل، وترجى الدكتور انه يحاول ينقذها ويقعد جنبها ويتجنن عليها ويحاول يطمنها، بس للاسف ماتت بعد ما قالت له بحبك، فيتجنن وينهار اكتر من الصدمه بعد ما ماتت الانسان اللي عاش طول عمره يحبها، وتاني يوم راحت لابوه عشان تاخد منه مفتاح العربيه عشان تروح تصلحها من غير ما تقول له عشان ما تزعجوش، لانه كان رايح اول يوم شغل ليه ومش عايزه تضايقه، وهو اساسا في الشغل ومخنوق وعمال يدور له على مخرج من القضيه، ما استناش تحقيقات الشرطه وقرر ينتقم على طول، ولما شاف الكاميرات اللي موجوده في المكان كانت اول عربيه عليها العين كانت عربيه لان العربيه اساسا متسجله باسمها، فاول ما شافها اتصدم لانه عارفها قبل كده لانها طلعت نفس السواق اللي كانت ساقت بيه قبل كده، وهي نفسها البنت برضه اللي راها معاها الخاتم، ولما راحت تستلم العربيه قابلت الشرطه هناك وسالها الضابط على اليوم اللي حصلت فيه حادثه وسالها اذا كانت هي اللي كانت سايقه، فكذبت على الضابط وقالت له ايوه لانها افتكرت لما حبيبها قال لها انه مش هيودي العربيه التامين لانه كان شارب وخاف تحصل له مشكله، فخافت طبعا على مستقبله، فالضابط قال لها طب تعالي معايا عشان انت موتت واحده وهربتي، ورجع وهو متعصب على والده بعد ما حبيبته ماتت،
فاستهزأ بمشاعره وقال له بقى اشتري لك لعبه جديده، ولانه هزق مرات ابوه بعد ما حاولت تفض بينهم فطرده من بيته وقال له اطلع اصرف على نفسك، ده انت لحد دلوقتي ما شفتش منك جنيه. ودو يستلم اول قضيه في حياته ويتفاجئ انها قضيه الحادثه بتاعته، واتاكد ان البنت ماتت، ولانهم لسه بيحققوا في القضيه فسابوا يو وهي قاعده سرحانه ومش مصدقه اللي حصل. ابوها يرن عليها وقال لها انها كمان مرشحه للنهائيات مسابقه كانت داخلها في الطبخ، وده لانها طباخه شاطره جدا فتفرح وتطير من السعاده لان ده كان حلمها طول عمرها. بس يا فرحه ما تمت لان دو قابلها وهي مروحه وصدمها بالقضيه اللي جات له وزعق لها لان الموضوع كبير وانها الوحيده المشتبهه بقى في القضيه، وانها خدت العربيه تصلحها من غير ما تقول له. فطمنته وهي بتعيط على الوضع اللي وصلوا له وقالت له ان هي اللي هتشيل القضيه مكانه، وده لانها مش عايزه تضيع مستقبله فضحت بنفسها عشان تحميه، وده لانها من النوعيه اللي لما بتحب بجد من قلبها بتضحي بكل حاجه عشان تفدي حبيبها. ولان جو ابوه طرده فراح على غرفه حبيبته اللي كان مأجرها لها، وهناك قرر ينتحر لانه ما بقاش قادر يعيش من غيرها، بس ما قدرش وقعد يعيط عليها. وبعدها طلع على عيون وقال لها دلوقتي ما بقاليش حد غيرك. وبعد ما ريح جنبها وهي بترسم اكتشفت انه انتحر بالحبوب، وبعد ما لحقوه قبل ما يموت قعدت جنبه وهي زعلانه عليه لانها بتحبه بس مش عايزه تبين له حبها لما يعترف لها الاول لانها عايزه تحافظ على كرامتها، وتقول له بقى جاي تموت قدامي وتحرق قلبي. وراحت يول الشرطه عشان يحققوا معاها، وهناك اكتشفت ان البنت اللي ماتت كانت حامل، فخرجت وهي مصدومه ويقابلها جي على السلم ويضربها لدرجه انه قعد يخنقها وكان هيموتها ويقول لها ازاي تموتها وتهربي وازاي تقربي من حاجه ملكي، ومحلش عنها لما الشرطه وصلت وخدتها منه بالعافيه، ولانه عايز ينتقم منها ويدمرها فكلم وكيل النيابه اللي ماسك القضيه واللي هو نفسه طبعا حبيبها وقال له عايزك تديها اقصى عقوبه وهديك اللي انت عايزه. ويقول لما عرفت انه لسه مهتم بيها حتى بعد موتها فاتضايقت وسابته ومشيت، وخرج وراها هو كمان، والرعب بقى مالي قلبه، وده لان العيون كمان بقت مركزه مع القضيه ومش هيعرف يلعب في اي حاجه. ويو خلاص اتاكدت انها تتسجن مش اقل من 5 سنين، وعشان كده دخلت على ابوها بطقم حنيه عشان يعني ما تحسسوش ان في حاجه غريبه، وقالت له انها هتسافر اليابان وهتقعد هناك فتره، واتفقت هي ودون ان هم هيأجلوا الجواز لحد ما ترجع وعشان تشبع منه اكتر قبل ما تسيبه. فخدته معاها وفسحته وعزمته كمان على مطعم واشترت له كمان جاكيت لان الشتا داخل عليهم فعايزه تكون مطمنه عليه قبل ما تسيبه. وابو جو بعد ما عرف انه لسه مهتم بالبنت بعد ما ماتت حرمه من كل حاجه لدرجه انه اضطر ينام في الشارع، والمصيبه ان الفلوس كمان خلصت منه والعربيه كمان ما فيهاش بنزين، فراح باع الساعه والجاكيت والجزمه بتوعه عشان يدي فلوسهم لوالده جي لانه حس انه كان مقصر مع جي، وعشان كده قرر يساعد والدتها، ولانه كمان ما قدرش يستحمل الفقر فراح لوالده وهو مقهور منه وقال له طول الوقت معتبرني حاجه من املاكك، نفسي مره تعاملني كأن ابنك، بس برضه طنشه ومشي. ولانه زعلان على حبيبته وفراقها وعايز ينتقم لها فاشترى خاتم فالصو من الشارع وراح عشان يخطب بيه يون، وقال لها من النهارده انا خدامك بس اهم حاجه ترضى عليا وتتجوزيني عشان ابوه يرضى عنه من تاني. فقالت له طب انت هتستفاد من ورايا انا هستفاد من وراك ايه؟ فقال لها هديكوا الحريه في كل تصرفاتك، كل اللي نفسك فيه اعمليه، عايزه تحبي حبي، عايزه تصاحبي، اهم حاجه نتجوز على الورق، واهم حاجه ما فيش اطفال، واول ما والدي يموت هطلقك. ولانها بتحبه وعايزه تكون معاه اساسا فوافقت. ويو قامت من النوم ما لقتش ابوها في البيت فقلقت عليه وطلع تدور عليه بسرعه، وفي نفس اللحظه الشرطه رنت عليها عشان تيجي تحضر التحقيق، ولانها ما ردتش عليهم ففكروها هربت، وعشان كده جم يقبضوا عليها بنفسهم. فابوها اول ما شاف الشرطه بتقبض عليها اتجنن لدرجه انه تعب جدا واغمى عليه في الشارع، وده لانه ملوش حد غيرها وهي اللي بتاخد بالها منه، وهي كمان ما بقتش عارفه تتصرف ازاي وهتتجنن على ابوها. ولما عرف بتفاصيل الحادثه من دو فلما كل الفلوس اللي معاه وراح لوالده البنت اللي اتقتلت عشان يترجاها تسامح بنته، ولان الست قلبها محروق على بنتها فرمت الفلوس في وشه وقالت له خد الفلوس ورجع لي بنتي تاني. والراجل من الصدمه وقع على الارض واغمى عليه، ولان الست ما عفتش عنها فحكموها، وحبيبها بنفسه هو اللي يطلب من المحكمه انها تاخد 5 سنين سجن، فتسمع الحكم وهي منهاره من العياط وتدخل يو السجن على جريمه ما عملتهاش وتواجه مصير اسود ما فكرتش لحظه انها تعيشه. وكانت البدايه مع صيعه السجن واللي اول ما دخلت عليهم ادتها الطريحه وقلعت الشراب برجلها وحطته في بقها ونزلوا عليها كمان ضرب، قال يعني كده بيرحبوا بيها. وابوها كمان بيدخل المستشفى ومن كتر الضرب والاهانه اللي شافتها في السجن اغمى عليها، ولما كشفوا عليها اتفاجئت انها حامل، ويعدي عليها 9 شهور وتجيب ولد وتسميه سان وهي طايره بيه من السعاده، ويكبر سان وبقى كمان بيمشي، ولانه ماليش حد تاني غيرها يربيه فخلاص هتطلع براءه، ولان ابنها ما بيشوفش الليل وبقى كل حلمها ان ابنها بس يشوف النجوم، فعملت له ملايه ورسمت له عليها النجوم. ولما شافت رئيسه العصابه بتنضرب واللي كانت رحبت بها اول ما دخلت السجن كانت هي اول واحده دفعت عنها، فقالت لها ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ طيبتك الزياده عن اللازم دي محسساني بالقرف، ولان جو لسه مش ناسيها وعايز ينتقم منها. فراح لدو من تاني، واللي بعد ما دور وراه عرف انه فقير جدا واتاكد كمان ان هي حبيبته، وطلب منه ما يديهاش البراءه مقابل انه جايب له قضيه تلمعه قدام الراي العام والتلفزيون، وتروح جي عشان تقابل القضاه عشان يدوها البراءه. واول ما شافت دو قدامها راحت في عالم تاني
واعتذرت للقضاة على اللي حصل، وانها اول ما تخرج هتكفر لهم عن الذنب اللي عملته، وانها نفسها تخرج عشان تراعي ابوها اللي مريض، وكمان ابنها يشوف النجوم لانه بقى عنده سنتين ولحد دلوقتي ما شافهاش. فالقضاة كلهم اتعاطفوا معاها الا الحقير اللي ضيعت حياتها عشانه ورفض يطلعها براءة، وبالفعل بدا يتشهر ونجمه يلمع. وهي اول ما شافته في التلفزيون فرحت لانها لسه ما عرفتش انه غدر بيها، والمساجين استغربوا انها بتضحك على الاخبار، فقالت لهم انا بضحك عشان عملت الصح، وما تعرفش انها عملت اكبر غلطة في حياتها، لان بعدها بلحظات جالها زيارة فحطت احمر وابيض لانه فكرته حبيب القلب، ورايحة وهي طايرة من السعادة. بس لما وصلت كانت الصدمة الكبيرة لانه طلع جو. والله واضح كده ان صحتك جت على السجن، بس لما تخرجي من هنا مش هدوقك طعم الراحه. ولحد دلوقتي هي مش فاهمه اساسا هو ليه بيعمل معاها كده. ويا دوبك رجعت لابنها لقته منهار من العياط، ولان الواد بيصرخ على اخره فالشرطه جت، ولما شافوا جسمه لقوه متبهدل وهي واقفه مصدومه من اللي حصل لابنها لانها مش فاهمه ازاي ده حصل له لانه طول الوقت معاها. وبالفعل اخدوه منها وضربوها لانها اساءت معامله الطفل ولانها تتجنن من اللي حصل له. فسالت زميلتها عن اللي حصل، فزميلتها قالت لها انت غريبه قوي، انت كل شويه جايه لي، انت فاكران امه؟ وهي واقفه مصدومه من ردها لانها اقرب واحده لها في السجن، وجت كبيره السجن كمان ضربتها وقالت لها ليه عملتي فيه كده، وطلع ان اقرب حد ليها في السجن هو اللي عمل في ابنها كده، وده بتوصيه من الحقير بتاعها عشان ما تخرجش وكمان ياخدوا منها ابنها. وفي عز ما كانت بتهددها بالمكوى عشان تنطق، فالمكوى فلتت منهم وجت في يو وجسمها اتحرق واتشوه، بس هي ولا فارق معاها جسمها ولا الالم، وكل اللي فارق معاها ابنها اللي اتاخد منها. واول ما فاقت من اللي هي فيه كلمه الحقير في عز انهيارها وقالت له مش فارق معايا اكمل حياتي في السجن، بس ارجوك ترجع لي ابني. فالحقير عمل نفسه من بنها وعمل نفسه انه ما يعرفش حاجه خالص عن الموضوع، ويمسكوا المسكينه ويضربوها ويموتوها من الضرب لانها منهاره وبتسالهم عن ابنها، وياخدوها يرموها في زنزانه انفرادي، وياخدوا ابنها ويحطوه في دار ايتام، ويمر سنتين ويقابلوا جو تاني ويقدم له كمان ساعه هديه ويطلب منه انه يخرجها عشان يوريها السواد اللي ما شافتوش في حياتها. وبالفعل خرجها له من السجن وهو واقف مراقبها. والحقير اول ما قابلها مقابلها بالاحضان، قال يعني وحشته وكان مفتقدها، وهي تحضنه والدموع في عينيها لانه بالنسبه لها الحب الكبير، وما تعرفش انه اكبر خازوق في حياتها. واول حاجتين سالته عليهم كانوا ابنها وابوها، وطول الطريق تقول له مش مصدقه انك معايا دلوقتي، وقعدت تساله عن ابنها ويا ترى شكله ايه دلوقتي، واذا كان صوره قبل كده ليه ما بعتلهاش الصور، وهو مخروص خالص ومش قادر ينطق ولا حتى قادر يبص في عينيها. وكانت اول مفاجاه ليها لما وصلوا دار الايتام ان ابنها مات بسبب تسمم في الدم، فسابته وطلعت تجري زي المجنونه وعماله تدور عليه في وسط العيال لانها مش مصدقه انه مات. وهو قال لها ما رضيتش اقول لك كنت في السجن عشان ما تتعبيش. ولانها مصدومه قعدت تصرخ على اخرها وحاسه انها في كابوس ونفسها تفوق منه. ويوم لما دخلت مكتب جو عرفت انه لسه محتفظ بالملف بتاع يو وانه لسه عايز ينتقم منها، فقالت له خلاص دي واحده غلطت ودفعت ثمن غلطتها في السجن، انساها بقى. فقال لها مش هسيبها لما حطمها زي ما حطمتني. وحتى لما رجعت البيت فضلت تصرخ وتعيط على اخرها لانها حاسه ان حياتها انهارت بعد وفاه ابنها. وجو كمان ما رحمهاش وفضل واقف قدام البيت عشان يراقبها. ولما شافها داخله السوبر ماركت دخل وراها، ودخلت السوبر ماركت وهي متدمره حرفيا كانها بقت واحده تانية خالص، ماشيه مدهوله ومش شايفه قدامها. وفضل ماشي قصادها في السوبر ماركت عشان يلفت انتباهها، وهي اساسا في دنيا غير الدنيا ومش حاسه بيه، ولانه مش شايف منها اي رياكشن فتعمد انه يخبط فيها ويقع لها الحاجه اللي شايلاها، وجاب لها الحاجه من على الارض واداها لها وقعد يبص لها ومستني منها برضه رد فعل. بس المفاجاه انها مشيت ولا كانها شايفاه اساسا، وخدت تورتايه وراحت له في المكان اللي قالوا لها انه ترابه موجود هنا، وقالت له سامحني مش قادره ابطل عياط لاني كان نفسي احضنك والمسك وتتمرغ على الارض وهي بتبص للنجوم واللي كانت بتحلم توريها له، وتمسك في ترابه اللي موجود على الارض وهي بتعيط. وكل ده برضه جون واقف مراقبها. ولما رجعت البيت لقت الحقير بتاعها مستنيها، فقالت له خلاص ما تقلقش عليا انا بقيت كويسه، وخدت التراب بتاعه وحطته في برطمان عشان تحتفظ بيه. والمفاجاه التانيه ليها ان ابوها كان موجود في دار مسنين وكمان جاله زهايمر، بس الحاجه الوحيده اللي فاكرها الجاكيت واللي كانت جايبه له قبل ما تروح السجن، ولانه معتز بيه ما بيرضاش يقلعه ابدا، ولانها حست بالم فقدان الضنا فراحت لوالده جي عشان تطلب منها تسامحها، ولان والدتها لسه محروقه فجابت ميه وسخه ودلقتها عليها وهي واقفه في الشارع، ومع ذلك ما نطقتش وفضلت مصره برضه انها تتاسف لها. ولما رفضت اسفها وضربتها قعدت تعيط. ولما رجعت البيت لقت دوبي لبس ابوها اسوره مكتوب عليها رقم تليفوناتهم عشان لو تاه، بس ابوها قرفان منه ومش راضي يلبسها، وهي اول ما لبستها له قال لها جميله. ولما قعدوا مع بعض لوحدهم وجي قرب لها فشاف الجرح اللي في جسمها واتصدم، وعشان كده خلى عنده دم وحب يعوضها عن الشقه والتعب اللي شافته بسببه، وقرر خلاص انه يتجوزها. بس طبعا والدته رفضت لانها بقت رد سجون، وابوه قال له الجوازه دي فاشله لانك ازاي هتعرفها على زمايلك وهتبقى طول الوقت محرج تقدمها لهم. وبالفعل لما جت تبدا صفحه جديده وتدور على شغل الكل رفضها لانها بقت رد سجون. ولما رجعت البيت لقت بلطجيه بيتهجموا عليها فدخل عليها جون وانقذها منهم، ولانها كرهاه ومش طايقاه فقالت له انت بتتدخل ليه انت مالك؟ فقال لها انا اشتريت البيت ده من النهارده، وقال لها قدامك اسبوع مهله تخرجي من المكان. فقالت له حرام عليك ارحمني، ده انا عشت حياته كلها هنا، بقى في حد عاقل يعمل كده؟ فقال لها البيت ده قصاد اللي انت خدتيه مني ما يسواش حاجه، وقلت لك قبل كده مش هتشوف يوم حلو ابدا، وتقعد وهي مكسوره لانها مش عارفه هتروح فين. بابوها اللي عنده زهايمر وبقى عامل زي الاطفال، وكمان ما فيش شغلانه راضيه تقبلها، وهما ماشيين في الشارع ابوها يقع منها ويغمى عليه.
ولما راحت بيه المستشفى اكتشفت انه عنده سرطان في المخ، فتسود على دماغها اكتر لان معهاش فلوس وتاخد الجاكيت بتاع ابوها عشان تغسله له. فلقت ورق كتير في جيب الجاكيت، وجوه الورق لقت الخاتم الالماس اللي كان مديهولها جو قبل كده، فراحت رهنته عشان تعمل لابوها العمليه. واول ما رجعت المستشفى لقت 2 مقابلينها بياخدوها، وطلع ان الاتنين اللي خدوها كانوا تبع مرات ابو جون، وده لان الخاتم له سيريال. واول ما الجواهرجي عرف الخاتم فبلغهم، وطبعا مرات ابوه قاعده تهزق فيها لانها فكرتها واحده شمال، وجو ادالها الخاتم هديه، بس جو دخل عليها واحرجها وقال لها انا اللي اديتها الخاتم، وقال لها ازاي تبيع الحاجه بتاعتي. فاعتذرت له وقالت له هدفع لك ثمنه، واضطريت اعمل كده لان والدي تعبان جدا ومحتاج عمليه. فقال لها بلاش حاجه فارغه وما يلزمنيش اعتذاراتك، انت لسه ياما هتشوف ايام سودة. فطلعت تجري وراه وقعدت تبوس في رجليه وتعيط له وهي بتترجى يسامحها، وقالت له سيبني بس لحد ما ابويا يعمل العمليه، وبعد كده اسجني او اعمل فيها اللي انت عايزه. فقال لها ايه اللي انت بتعمليه ده، انت مش مكسوفه من نفسك؟ فقالت له انا ممكن اعمل اكتر من كده عشان ابويا يعيش. وهي قاعده قدامه ذليله، يجي الوقت بتاعها مع عيون، واول ما شافته اتصدمت لانها حست انها سببت له احراج، وفي نفس الوقت ما بينوش قدامهم انهم يعرفوا بعض. بس جو استغلها فرصه وحب يكسرها قدامه، وقال لها ابعت لك الفلوس بكره عشان تعملي عمليه والدك. ولما جت تمشي اتحكم فيها وقال لها ما تمشيش، فطبعا سمعت كلامه لانها خايفه منه. ولما قعدوا مع بعض كلهم قعد كمان يلقح عليهم هما الاتنين بالكلام. ولما رجعت المستشفى لابوها لقته مش موجود، وطلعت تدور عليه زي المجنونه في كل مكان وبرضه ما لقتوش. فقابلت الوضع عند بيتهم لانها فكرت ان ابوها راح هناك، وقال لها ازاي تترجي الحيوان ده عشان فلوس، انت ما تعرفيش من ده؟ فقالت له مش وقت الكلام ده، ابويا تايه ودخت عليه ومش لاقياه. وطلعوا هما الاثنين عشان يدوروا عليه، وكل واحد منهم بقى بيدور في ناحيه. فالوط هو اللي لقاه واقف في الشارع وعاوز يرجع لبيته ومش عارف، واول ما ركب معاه العربيه وهو فرحان ان لقاه، بس ابوها صدمه لانه فاق والذاكره رجعت له، وقال له ركز وانت سايق وتعمل مصيبه تانية زي ما اذيت يو قبل كده. وقال له انه عارف ان هو اللي كان سايق العربيه يوم الحادثه، وانه ضحى ببنته واتسجنت هي. فالواطي وشه قلب بعد ما كان فرحان، وكلم يو قال لها انه دور عليه وما لقاهوش. فبدات توزع منشورات بمواصفاته على اللي يلاقيه، وبعدها يجي لها اتصال ان هم لقوه، فتطير من السعاده وتطلع بسرعه عشان تروح له، فتلاقي جو في وشها وقالت له هدفع لك اللي انت عايزه كله، بس ارجوك تسيبني دلوقتي لانهم لقوا والدي. فقال لها طب تعالى عشان اشوف اخرتها معاك ايه، وخدها هو عشان يوصلها. بس المفاجاه انها لما راحت لقته ميت، فانهارت عليه من العياط. والغريبه انه ما راحلهاش حتى المشرحه، وفي عزا ابوها كانت مستنياه وبرضه ما راحلهاش، بس اللي راحت لها العزا كانت الصيعه بتاعه السجن واللي بهدلتها فيه. وجو برضه واقف يراقبها عشان يشوفها وهي بتتألم زي ما ألمته. وقعدت يومين كل يوم تزور قبر ابوها، وما راحلهاش الا في اليوم الثالث، وادالها كل الفلوس اللي معاه لانه حاسس بالذنب ناحيتها بعد ما دمر لها حياتها. بس هي ما كانتش محتاجه فلوسه، كانت محتاجه وقوفه جنبها. وقالت له لو كنت جيت لي في اليوم الاول كنت هتنسينا ابويا، لدرجه ان ما كنتش عارف اودعه كويس. وده لانها معاه بتنسى الدنيا وما فيها، ومع ذلك برضه بعد كل اللي عمله فيها كانت مبسوطه انه جالها وشكرته، ولانها كمان مش عايزه تحسسه بالذنب ناحيتها. فقالت له بلاش نشوف بعض تاني، ومش معنى كده اني ندمانه انا ضحيت عشانك، بالعكس لو رجع بيها الزمن هعمل كده تاني، فبلاش تحس بالذنب ناحيتي. وطلبت منه انها تسيبه هي الاول وتمشي عشان يفضل فاكرها طول العمر، انما هي مش هتقدر تشوفه وهو بيبعد عنها. ورجعت البيت وهي لسه حزينه على ابوها، وقعدت تحضن في حاجته وتقول له يا ريتني كنت قضيت وقت معاك اكتر من كده. وتزعل اكتر لما شمت الجاكيت بتاع ابوها لان ريحته راحت منها بعد ما غسلته. ولما جون عرف انها مختفيه بقالها فتره، فراح يدور عليها في البيت بتاعهم، واتفاجئ انها مغمى عليها من الحزن على ابوها. فشالها وطلع بيها بسرعه على المستشفى عشان ينقذها، ويقف يبص لها وهي في المستشفى وهي دبلانه، وهو بيقول لها اوعك تموتي لان لسه ما شبعتش من انتقامي فيكي. واول ما حس انها بتفوق دار نفسه عشان ما تشوفوش، وتفوق يو تخرج من المستشفى، وقالوا لها ان في حد دفع لها فواتير المستشفى. ففكرت ان اللي عمل كده ده ما قالهاش، وتقف في وسط الطريق تايهه ومش عارفه هتروح فين، ولان ما بقالهاش حد في الدنيا فراحت للي كانت مبهدلاها في السجن. واول ما شافتها رحبت بيها وخلتها كمان تعيش معاها لانها عرفت انها بنت طيبه وغلبانه، وخصوصا بعد موقف الجدعنه اللي عملته معاها في السجن. وجو بقى محاصرها في كل حياتها لدرجه انه كمان اشترى ديونها كلها وبقت مديونه له هو. فترجته انه ما يبيعش المخبز بتاع ابوها، وانها هتسدد له دينه في اقرب وقت، وادته كمان رقم تليفونها عشان يعني اتاكدوا انها مش هتهرب. فقال لها انا عارف ان المخبز مهم ليكي وعشان كده اشتريته عشان ادمره، ولانه يوم مخنوقه منها فخلت السواق بتاع جو يطردها، ودو استقال كمان من منصبه لانه شاف انه مش جايب همه، واتاكد ان العداله بس للاغنياء. وحتى كمان بعد ما وصل لحلمه لقى نفسه برضه انه لسه فقير ومفيش حاجه في حياته اتغيرت، وعشان كده بدا يلعب على كبير ويدخل في حياه الاغنياء. وكانت البدايه مع عيون، واللي بدا يقرب منها عشان يكسبها في صفه وعشان كمان يكسب قلبها. حكى لها تفاصيل اول لقاء بينهم، وده لما قابلته اول مره عند جو، فعيون عينيها لمعت لانها اخيرا لقت حد يهتم بالتفاصيل. وجو اللي بتحبه اساسا مش معبرها، ويو طلع تدور على شغل، فشافت صاحبتها اللي كانت في السجن واللي كانت اقربهم ليها، فطلعت تجري وراها وخبطت في واحده ووقعت لها حاجتها واتلخمت معاها، والبنت هربت منها. فوهي بتعدل لها الحاجه اللي وقعت منها، فالست اول ما شافت الشرطه هربت، وطلعت انها كانت بتروج للرذيله، ولان مفيش قدامهم غيرها فهي اللي شالت الليله، ولان يو ما تعرفش حد غيره فكلمته يضمنها عشان تخرج. وبعد ما خرجوا من اسمه قبل ما يسمع منها قال لها شوفي لك شغلانه محترمه، ومن النهارده مش عايز اعرفك تاني بعد القرف اللي انت عملتيه النهارده. ولانه مش عايز يضيع فرصه في حياته سابها وطلع على ابو جو، وقدر يقنعه ان هو يشتغل معاهم وان ده هيكون مصلحه ليهم هم. وجو لما لقى
نفسه فاضي فراح يرزل على يو، ولقاها مجهزه له فاتوره بالديون اللي عليها واللي محتاجه 30 سنه عشان تسدده. فقال لها انت بتهرجي؟ هقعد 30 سنه اشوفك عشان تسددي لي شويه فكه؟ طب ما تخلي حبيبك يسدد ديونك عنك، واللي هتلاقيه سابك اساسا. ما فيش واحد عاقل يعرف واحده بالديون دي كلها. وبالرغم انه لسه جارحها من شويه عند اسم الشرطه دافعت عنه برضه وقالت له هي زعلانه عشانه. انت ما تعرفوش عشان تتكلم عنه كده. ده حتى بعد ما انفصلنا اول ما عرف ان تعبانه خدنا على المستشفى وفضل سهران جنبي طول الليل وما رضاش يقابلني عشان ما يحرجنيش. وجو هيتجنن لان هو اصلا اللي دافع فلوس المستشفى، بس ما رضاش يقول لها. وبقى مستغرب هي ليه بتحبه قوي كده. وهي ماشيه في الشارع تاني شافت البنت، والمره دي جرت وراها لحد ما مسكتها وقعدت تضربها على اخرها من زعلها على ابنها، وقعدت تعيط على اخرها وقالت لها ان ابنها مات، وقالت لها ازاي تعملي فيها كده وفي ابني؟ ده انت كنت اقرب حد ليا. فالبنت اتصدمت اول ما عرفت انه مات، لانها كانت بتحب سان، وان هم اللي طلبوا منها تعمل كده في سان عشان ما تعرفش تطلع براءه، وقالوا لي ما تخافيش مش هنعمل في الولد حاجه. فاتصدمت واول حد جه في بالها جو، وتاكدت ان هو اللي عمل فيها كده. ودول لما رجع البيت لقى ان جو بعت له هديه، وطلعت الهديه صورته مع يو. واول ما شافها اتصدم وتاكد ان جو عارف عنه كل حاجه. ويو اول مبلغ جمعته لما كانت في السجن ومن جنازه ابوها راحت ودته لجو في الفندق بتاعه. واول ما شافها قعد ينادي عليها وقال لها استني يا سواقه، بس هي سابته ومشيت. وبالليل كلمها وقال لها انا ما يلزمنيش فلوسك كسواقه، انا عايزك تنفذي اللي بقولك عليه، وعايزك بكره تجيلي الفندق. فقالت له مش هقدر اجيلك بكره، عندي حاجه مهمه. وكمان قفلت في وش السكه، وطلع انها ما راحتلوش لانها راحت لوالده جوي عشان تساعدها في انها تبيع السمك. لا ومش بس كده، ده بتلحق على الزبائن كمان يشتروا، ولانها رفضت تروح له فراقبها عشان يعرف هي بتعمل ايه بالظبط. واول ما شافها استغرب وعرف من السواق انها بتجيلها من ساعه ما خرجت من السجن. ووالده جي خدت منها السمك وقالت لها قلت لك ما تجيش هنا تاني 1000 مره، وقطعت السمك وقالت لها خدي ليكي. فيو دمعت من الفرحه لانها عرفت انها خلاص سامحتها، ومشى وهي في قمه السعاده. وجو كان واقف ومراقب كل اللي بيحصل، بس استخبى منها عشان ما تشوفوش، وبدا يحس انها انسانه طيبه وان مش دي ابدا اللي تضرب واحده وتسيبها وتمشي. وعشان كده راح وراها عند بيت صاحبتها عشان يفهم ايه قصتها بالظبط. ولما راح هناك لقاهم طبخوا السمك، واتفاجئ كمان من زمايلها انها ما بتاكلش السمك اساسا ولا بتطيق ريحته. فاستغرب وقال لها انت ازاي ما بتحبيش ريحه السمك ورحت تبيعيه؟ فقالت له انت اكيد عارف ان كان عندي ابن وخدوه مني وانا في السجن ومات حتى من غير ما اخده في حضني. فوالدي جي انا هكون مديونه لها العمر كله لان عارفه يعني ايه معنى فقدان الضنا. ومع ذلك برضه ما رحمهاش ولا انا عايز فلوسي كلها. ولما طلعت وراه عشان تترجاه يستنى بالفلوس فقال لها بلاش التمثيل والبراءه اللي في عيونك دي لان برضه مش هرحمك. بس لما بعد عنها اتعصب لانه بقى حاسس ان كل ما بيجرحها هو كمان بيزعل عليها وبيحس انه مجروح اكتر منها، وبقى مستغرب اللي بيحصل له. وعشان كده لما رجع سأل السواق بتاعه وقال له انت فعلا مؤمن بوجود الحب؟ فقال له طبعا لان بوجود العالم هيكون احسن. وبدا يشك ان هي مش اللي عملت الحادثه وان دو هو اللي عملها، وعشان كده راح لوكيل النيابه وبدا يقلب في القضيه من تاني. فوكيل النيابه قال له ان دو جه هنا من يومين وشاف برضه الملف، فشكه بدا يزيد فيه اكتر ورجع البيت وهو مصدوم ومش متخيل ان واحده ممكن تضحي بنفسها عشان حبيبها. وعشان كده حب يتاكد من يون وقال لها تخيل اني قتلت حد وخلاص هدخل السجن هتعملي ايه؟ قالت له هقوم لك اكبر محامي في البلد ومش هستخسر فيك ابدا مرتضى منصور. وقعد لوحده وهو يتجنن من تصرفاتها وازاي كمان تتذلله عشان يسامحها، وده كله بس عشان تحمي واحد بتحبه. ولان الشك خلاص هيجننه فراح لها تاني عشان يتاكد منها ان هي فعلا شافتها بعد ما ضربتها ومشيت. فكده بالتاني برضه قالت له ايوه وارحمني بقى انا تعبت منك، بقالك 4 سنين بتعذب فيا. وخدها بالعافيه معاه في محل ملابس واختار لها الفستان بنفسه وقال لها لو نفذت اللي هطلبه منك النهارده هخصم دين الشهر ده من عليكي. ولانها عايزه تخلص منه ومن رخامته فدخلت تلبس الفستان، بس سمع الموظفه بتصرخ في البروفه فدخل بسرعه يشوف في ايه. واول ما شاف الجرح بتاعها اتصدم وهي دارت الجرح بتاعها وهي محروجه، وعشان ما يحرجهاش اكتر فقال لها مش عاجبني الفستان وجاب لها فستان تاني عشان يدار الجرح. وطلع انه واخدها في حفله موجود فيها دو عشان يواجههم ببعض ويفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فصاحب جو اول ما شافها معاه سال عنها، فدو قال له ما تشغلش بالك بيها، دي واحده رخيصه بتعمل اللي يطلبه منها جو. ويون هي كمان واقفه محروقه وهتتجنن منه ومشت وهي زعلانه فراح وراها عشان يراضيها. والحقير بتاعها قال لها انت بتعملي ايه هنا؟ انت جايه كمان تبيعي جسمك؟ فاتصدمت من كلامه وسابته ومشيت وهي زعلانه. فالحيوان التاني فكرها واحده شمال وراح وراها فرزعته قلم محترم وطلعت تجري ووقعت في وسط الحفله والجرح بتاعها بان. فقال لها ايه القرف ده؟ جه جو سطرها بالبدله بتاعته الله يستره ورزع صاحبه كمان بالبوكس وضربه علقه كمان محترم عشان هنها. والنطع اخيرا اتنحرر وخدها من ايدها وقال لها عايزك في كلمتين. ولما جالهم جو قال لها روح انت، فقال لها لا ما تروحيش. فبقت المسكينه واقفه محتاره بينهم وحصلت مشاده بينهم في الكلام وجو ضربه ولانها لسه مجنونه بيه فدافعت عنه. فجو قال لها انت مليتك ايه بالظبط؟ لانه هيتجنن من دفاعها عنه. وهو خدها وطلع وقعد يزعق لها وقال لها قلت لك قبل كده تبعد عنه لانه عرف اللي بيننا وعشان كده بيمرمطنا. واول ما جاله تليفون سابها ومشي من غير ما يستاذنها حتى، وسابها واقفه زي الكلبه ولا حتى عبرها. فصعبت على نفسها وماشيه وهي حزينه على اهانته ليها وتعيط وهي بتفتكر الحب اللي كان بينهم. وفي عز انشغال جو بيو فصلوه من منصبه، والسبب كانت يون لانها اتخنقت من تصرفاته لان لها اسهم كتيره في الشركه بتاعتهم ولانه بقى خلاص هيتجنن من تصرفاتها. راح لها تاني وقال لها انت ليه بتحميه وانتوا الاثنين مخبيين ايه بالظبط؟ فسابته وطلعت تجري زي المجنونه وسط الناس وقالت لهم انا قتلت واحده في حادثه وعايزاكم
لك وتضربوني لحد ما اموت، وده لانها تعبت من تصرفاته معاها. وقالت له مبسوط دلوقتي؟ اديني قلتها للدنيا كلها، يا رب ترتاح وتبعد عني بقى، ولا عايزني ارمي لك نفسي قدام العربيه؟ ولانها بالفعل تعبت واعصابها باظت منه فراحت ترمي نفسها تحت العربيه، وقعد يمنعها كتير ولا انت اتجننتي؟ فصرخت وقالت له يا ريتني كنت مجنونه، وسابته بالفعل ومشيت وهي مش شايفه قدامها، وفضلت ماشيه قدام العربيات والناس كلها واقفه تنادي عليها ومش مصدقين تصرفها، لحد ما في عربيه ضربتها وقعد يصرخ على اخره بس مش عارف يروح لها. والمفاجاه بقى انها قامت ومشيت ولا اكن في حاجه حصلت، وهو واقف مذهول ومش مصدق اللي بيحصل، ومن صدمته قعد يضحك ويعيط في نفس الوقت، وهو بيقول للسواق بتاعه معقول كمان تموت نفسها عشانه؟ وخد لها حاجتها وراح وراها. فاول ما شافته قدامها قالت له على قد ما بتكره تشوفني انا كمان ما بحبش اشوفك، وارجوك مش عايز اشوفك تاني. فساب لها حاجتها ومشي، ولانه بدا يقلق عليها فبعت لها السواق بتاعه عشان يطمن عليها. فاول ما شافته خدت منه التليفون وقالت له انت كمان هتتجسس عليا؟ انا اتخنقت منك، انت عايزني اسيب لك الدنيا كلها وامشي؟ وقفلت في وش السكه. ولما تليفونه رن تاني فكرها هي اللي بترن، ولا انا عملت كده بس عشان كنت قلقان عليكي. بس لا، السواق اللي بيكلمه، وده هو كمان راح يديلها فلوس عشان تسدد ديونها لجو، وقال لها ارجوكي تبعدي عن جو، انا حياتي بقت جحيم بسببك، لانه طول الوقت بيعذبني بيكي. ومش بس كده، ده هو طالع كمان كلم الشرطه عشان يروحوا لها المطعم اللي اخيرا لقت شغل فيه. فالمدير طردها لما عرف ان عندها شبهه جنائيه، وهي طلعت تتفاجئ بجو قاعد لها بره، واتفاجئت ان المطعم ده بتاعه اساسا. فقالت له لو كنت عرفت كنت استقلت منه، بس غصب عني محتاجه الفلوس، وادت له الفلوس اللي اداها لها دو، وقالت له ارجوك تبعد عني بقى وكفايه تضايقني. واتفاجئت كمان لما رجعت لصاحبتها ان هي كمان اتبلغ عنها، فتاسفت لها وقالت لها الغلطه غلطتي، واستنتها لما نامت ولمت حاجتها وسابت المكان ومشيت. ولما عرف انها ما راحتش المطعم تاني يوم طلع بسرعه يدور عليها زي المجنون، بس صاحبته قالت له انها هربت بسببك، فراح لبيتها برضه ما لقاهاش. ويون من الناحيه التانيه هتتجنن لانها عايزاه يحبها ويتجوزها، وعشان كده بدات ترقي دو وتكبره، وقالت له لو ما اتجوزتوش هدمره. وبالفعل اتدخلوا اداره الفندق مكان جو، وبكده يبقى الحقير وصل اللي هو عايزه واتمكن من السلطه والكرسي، وقعد على نفس الكرسي بتاع جو واللي هي اساسا شركته. ولان جو هيتجنن ومش لاقيها فراح للحقير بتاعها فقال له مهما تصرف فلوس مش هتقدر توصل لها تاني، اللعبه بتاعتك خلاص خلصت. ومش بس كده، ده كمان طرده. ويو لما حولت لجو فلوس تاني فعرف مكانها من البنك اللي بعتت منه، وعرف انها شغاله في مطعم فرح لها. واول ما شافها فرح، وهي خلصت شغلها وراحت تنام فلقت اللي بيقول لها يا سواقه، وقال لها مستخبيه هنا ليه؟ فقالت له مش عايزه اشوفك تاني. ولما شافها بتضحك للناس اللي معديه عليهم فقال لها ما تضحكيش قدام الناس، عيب كده انا واقف. فقالت ايه المجنون ده؟ وسابته ودخلت وراحت الشغل الصبح لقيته بايت لها في المطعم، وقال لها انا جعان فطريني. فخدته من ايده وطلعت بره، وقالت له انت بتضايقني ليه؟ انا شغاله هنا عشان اسدد لك ديونك، ارحمني بقى. فقال لها انت مفكرني جاي عشان الفلوس؟ يلا جهزي نفسك عشان تمشي معايا. ولما حاولت تسيب ايده عشان تمشي فقال لها انا هتجنن عليكي من القلق، ما تبعديش عني. ولقى نفسه بيتعلق فيها بدون ما يحس، ولانها اتصدمت من كلامه فسابته ومشيت. فقال لها لو ما جيتيش معايا هفضحك، واي مكان هتروحيه هتلاقيني لابد لك فيه، وهعمل اي حاجه تتخيليها عشان تفضلي جنبي. بس برضه الكلام ما دخلش دماغها، فعمل نفسه بيتكلم في التليفون قدامها وقال لهم يطردوا دو من الشركه. فخافت على دو شدت التليفون منه فتعصب عليها وقال لها انا نفسي اعرف دو ده بالنسبه لك ايه، لانه اتاكد ان هو نقطه ضعفها، وبالفعل ترجع معاه من تاني. وقال لها اعملي حسابك بكره ترجعي الشغل في المطعم. وتاني يوم بعد ما خرجت من الشغل لقيته مستناها بالعربيه وقال لها تعالي اركبها اوصلكم. والموظفين طبعا كلهم واقفين مش مصدقين اللي بيحصل، ولان صاحبتها زنت عليها فركبوا معاه. واول ما ركبت قالت لها انت شكرت المدير؟ فقالت لها اشكره على ايه؟ فقالت لها ده هزق المدير عشان طردك وهو اللي خلاه يوظفك تاني، وقال له لازم تثق في الموظفين بتوعك شويه. فاتصدمت من تغيره الرهيب معاها، بعد ما كان بيأذيها دلوقتي بيساعدها. وفي مطعم جو كانوا عاملين دعوه للمساهمين عشان يدوقوا الاكل قبل ما يستثمروا فلوسهم فيه. واول ما عرف ان دو مدعي فراح ليو المطعم بسرعه عشان ما يخليهاش تقابله هناك، وقال لها هدفع لك راتب النهارده بس روح البيت. بس هي رفضت تروح لان زمايلها بداوا يتكلموا عنها في المطعم بعد ما شافوا اهتمام المدير بيها، وطنشته ونزلت اشتغلت برضه. فدو اول ما شافها قدامه اتصدم، وهي كمان اتفاجئت بيه. ويون هي كمان هزقتها، بس جو هو اللي جه دافع عنها وقال لها سيب الاكل وروح انت. فراح وراها الحقير تاني وقال لها انا مش قلت لك تسيبي الشغل هنا؟ فقالت له هعمل ايه؟ مش لاقيه شغل في مكان تاني. والغبي ما يعرفش اساسا ان هي جت عشانه، وطول الوقت عماله تضحي له وهو طول الوقت عمال يبيع فيها. وقالت له انا اساسا بكرهه، وخصوصا بعد ما عرفت بموضوع البراءه. فوشه جاب الوان اول ما سمع سيره البراءه، وقال لها انا قرفت منك وبقيت اكره اشوفك. فاتصدمت وقعدت تعيط من كلامه، ورجعت البيت وهي زعلانه. فلقت جو واقف ومستناها قدام البيت، ولا انا كنت عايز امنعك من الشغل عشان ما تتقابلوش، فاوعي تزعلي مني ولا تفكري اني عملت اساسا كده. فقالت له شكرا وسابته ومشيت لانها فيها اللي مكفيها. وافتكرت ابوها وجابت الجاكيت بتاعه وقعدت تتدفى بيه. فلقت فيه كيس حلويات كان شاريه قبل ما يموت، واتفاجئت ان تاريخ الفاتوره هو نفس تاريخ وفاته. فطلعت بسرعه المحل اللي كان شاريه منه، وطلعت ان هي عارفاها لانها في نفس المكان بتاعهم، وسالتها عن ابوها وعن تاريخ الفاتوره. فقالت لها انه فعلا كان بيشتري منها، وفي اليوم ده كان جاي لوحده. وقالت لها الغريبه كمان انه عرفني وعرف كل الناس اللي كانوا موجودين. ومشت وهي مصدومه من كلامها لما عرفت ان دو قابل ابوها في اليوم ده، ومع ذلك قال لها انه ما شافهوش. وتاني يوم وهي رايحه الشغل قابلها السواق بتاع جو وقال لها انه عايزك تشتغل النهارده في البيت عنده. ولما راحت له لقيته نايم وجنبه اوراق شغل،
ولما شافت توقيع على الورق اكتشفت انه نفس التوقيع اللي كان موجود على فاتوره المستشفى، فاتصدمت لما عرفت ان هو اللي انقذ حياتها. ولما شافها واقفه قدامه فعملت نفسها جايه تاخد الملايه عشان تغسلها، وشدتها من تحته بالعافيه فوقع، وقالت له شكرا انك انقذت حياتي. وجت لها صاحبتها اللي كانت في السجن تاني البيت، فالصايعه بتاعت السجن اول ما شافتها ضربتها، والبنت اساسا جايه زعلانه ومنهاره، وقالت لها من ساعه ما قابلتني مش عارفه انام، من ساعه ما قلت لي ان نسان مات. وفي نفس اللحظه تجي لها رساله من يقول لها انا مستنيكي بره، واتفاجئت ان الحقير جاي يامن نفسه لان جو بدا ينخرب ويفتح القضيه من تاني، فعايز يتاكد منها اذا كانت قالت حاجه لجو وانها لسه على كلامها بانها اللي كانت سايقه يوم الحادثه. فاتصدمت من كلامه وسابته ونزلت، وقالت له انا كمان عايز اتاكد من حاجه، انت شفت ابويا قبل ما يموت؟ فكذب وقال لها لا، فقالت له كذاب ده انت عشره عمري. فاتصدم ومشي بعد ما عرفت ان نهايته قربت، ويزيد الطين بله كمان وتسود على دماغ امه اكتر، لان البت اول ما شافته قالت لها ان هو ده نفس الشخص اللي منعك من البراءه. فانصدمت واعصابها باظت وقعدت تصرخ اكتر على عمرها اللي راح حضر وعلى الحب اللي كانت فاكراه حب، وما كدبتش خبر وطلعت عشان تجيب تسجيل الكاميرات اللي موجود قدام المحل اللي اشترى منه ابوها. وبالفعل جابت تسجيل الكاميرات، واول ما شافت ابوها قاعد لوحده قعدت تعيط، وكانت صدمه عمرها لما شافته بالفعل مع ابوها. ولان تاني يوم ما راحتش الشغل فجو راح لها البيت عشان يطمن عليها، فلها قاعده في اوضه قافله على نفسها وعماله تخبط دماغها في الحيطه لانها انهارت من الصدمه في الانسان اللي ضحت بحياتها عشانه، وطلع انه احقر انسان على وجه الارض واللي باعها في اول محطه. ومش بس كده، ده كان سبب في موت ابنها وابوها. فجو اتصدم من اللي هي بتعمله، وعشان يحمي راسها حط ايده مكان الجدار وخدها في حضنه وهي منهاره من العياط. وبعد ما كان هو العدو الوحيد ليها واللي كان بينتقم منها طول الوقت، بقى هو اللي واقف جنبها ويطبطب عليها. وهي كمان اكتشفت ان حب عمرها واللي ضحت بمستقبلها عشانه عمل فيها اللي ما عملوش العدو، ومع ذلك ما بينتش لجو ان في حاجه برضه، وانها كانت بتعمل كده لانها زعلانه على ابوها وابنها. فقال لها على الاقل انت احسن مني، انا لما حبيبتي ماتت قررت انتحر بس للاسف ما قدرتش، فلقيتك انت اللي قدامي فطلعت كل غل عليك وبقيت اكرهك، ففوق نفسك وخليك قويه. وكانت اول حاجه عملتها انها راحت للحقير بتاعها عشان تتكلم معاه وتعرف هو ليه عمل كده، بس هو ما ادهاش فرصه وزقها وخلى كمان الامن يطردها بره. فرقدت له في الدور اول ما طلع من الشركه، واول ما طلع على الطريق لقاها واقفه قدامه وعينها كلها غضب ويأس، فاضطر ياخدها معاه في العربيه لانها واقفه له زي الصنم قدام العربيه. وقالت له انت ليه عملت كده في ابويا؟ ده طول العمر كان بيعاملك زي ابنه. فقال لها ابوك مين وبتاع مين اللي قرفاني بيه؟ ركبته معايا العربيه وقعد يقرفني، فخفت انه يعمل فيا حاجه فسيبته. واول ما سمعته بيتكلم عن ابوها بالطريقه دي اتجننت، وقالت له ازاي تعمل فيها كده وفي ابويا؟ ده انا ضحيت بعمري عشانك. ولما سالته عن ابنهم فقال لها انت شكلك اتجننت خالص، انت متخيله ان ممكن اقتل ابني؟ قالت له وانت خليت فيه عقل وبعد كل اللي عملته عشانه؟ قال لها ندمان ندم عمري اني عرفتك. فرزعته جزء اقلام محترمين وقالت له وحياتك ده انت لسه ما شفتش ندم، انا هدمرك زي ما بنيتك وهخلي حياتك جحيم. ولان ما بقاش لها حد تاني فراحت لجو وقالت له عايز اكون دايما جنبك وتساعدني. فقال لها ايه سبب التغير الغريب ده؟ فقالت له ما قداميش حل تاني، لان مش هقدر ارجع اللي راح بس هقدر احطمه وارجعه للصفر من تاني. ولانه اساسا بدا يتعلق بيها فما اخرلهاش كلمه. وتاني يوم على طول خدها على الشركه وقدمها للمساهمين انها تبقى شريكته الجديده في المطعم، ولانهم هما الاثنين مثلوا الدور صح فيون اتجننت هي ودو، وعشان كده يون قلبت على جو وقررت انها تبيع الشركه من غير ما ترجع له عشان تدمره خالص. فراح لها في البيت عشان يهدوا الامور بينهم، فقالت له لازم تفوق من اللي انت فيه، واول حاجه لازم تطردها من الشركه وبعدها نبقى نشوف الموضوع ده مع بعض. بس ما عبرهاش وسابها ومش لانه مش هيتخلى عن يو ولانه ما بقاش يلاقي راحته اللي عند يو. فراح لها البيت وهو خايف على شركته تضيع منه، بس ما لقاش هناك فشك انها تكون موجوده في المطعم. وبالفعل راح لها واتفاجئ انها موجوده هناك، وبالرغم من كل الموظفين مشيوا وعرف انها شغاله على طعم جديد عشان يعجب المساهمين وما يبيعوش المطعم كمان، وواقف جنبها وهي شغاله وخايف انه يخسر كل حاجه. وقال لها يا ترى هتسيبيني انت كمان بعد ما تاخدي اللي انت عايزاه؟ بعد ما شفت ضحكتك الحلوه دي واتعلقت بيها؟ فقالت له هكون تحت امرك لحد ما تزهق مني وتقول لي امشي. ولانه اتاكد انه خلاص حبها فلسه هيقرب منها هي بعدت وعشان ما يحرجش نفسه. فقال لها الوصفه اللي انت عاملاها دي جميله. ولما شافها واقفه ترقص وتغني في عيد ميلاد طفله ولان النهارده عيد ميلاده كمان فخدها في اوضه لوحدهم وقال لها اعملي لي زي ما كنت بتعملي للطفله. فقعدت ترقص له وتغني زي ما كانت بتعمل للطفله ومش فاهمه طلبه الغريب. ووقتها كان هو طاير بالسعاده، بس اتفاجئت لما يون دخلت عليهم وان النهارده فعلا عيد ميلاده ويو كانت مستنياه وما راحلهاش. فجات له وهي متضايقه ومخنوقه وقعد يبص للصوره وهي بتغني له فيها وهو مبسوط جدا وبيقول اول مره احس ان النهارده عيد ميلادي. ولما راحوا لاكبر مستثمره عشان يقنعوها انها ما تسحبش فلوسها في المطعم اتفاجئوا ان الحقير موجود هناك عشان يبوظ لهم الصفقه، وده لانه عايز يدمر جو. فكان يو لازم تلعب لعبتها وتقضي عليه وتثبت لهم ان المطعم بتاعهم كفاءه، وعشان كده قامت طبخت لها بنفسها. فالست عجبها الاكل جدا بس هما الاثنين شدوا قدامها وعشان كده بدات تقلق انها تستثمر معاهم. فيو وهي خارجه قالت له شكرا انك كل يوم بتكبر خيبه املي فيك. ولما وصلها بيتها فحبت بقى تقدم له هديه بمناسبه
بمناسبه عيد ميلاده، فادت له قرصه بعجوه. فقال لها بس انا ما بحبش الحلو. فقالت له يبقى شكلك راسم على عشاء. فما فكرش ونزل على طول وخد منها كمان القرصه. بس لما دخل جوه لقى الصيع بتوعها عاملين وليمه، فبص للقرصه اللي في ايده وضحك. بقى تاكلونه قرصه وانت عامله وليمه جوه؟ وطلع انها اساسا ما تعرفش حاجه عن الوليمه اللي معموله. ومش بس كده، ده خلتهم كمان يحتفلوا بعيد ميلاده. ولما قعدوا ياكلوا ما رضاش ياكل من الاكل اللي موجود، وكان القرصه اللي اديتها له لانه افتكرها وهي بتقول انها عامله له مخصوص، ولانها عارفه انه قلقان انه يخسر شركته. ففضلت سهرانه طول الليل تجهز في اصناف. وتاني يوم راحت للمستثمره تاني وادت لها الاصناف اللي عملتها عشان توافق انها تكمل مع جو. وفي نفس الوقت جو مش ساكت عن حقها وعمال يدور ورا دو وعاوز يعرف هو عمل فيها ايه، دمرها وغيرها كده. فعرف ان الحقير هو اللي خد منها ابنها، وهو كمان اللي يتسبب في موت ابوها. وراح لدو هو مخنوق منه وقال له ازاي جالك قلب تعمل فيها كده؟ يا راجل ده انا شفتها بعيني وهي بتحاول تحميك مهما كان الثمن، وانا قلت لك بالفعل ما تطلعهاش براءه، وانا فعلا حسيت بالذنب وندمان على كده، بس في النهايه كان القرار قرارك وانت اللي حكمت عليها ما تخرجش. ولما هي كانت حب حياتك كان المفروض تقف في وشه وتدافع عنها. ولان يون اتخنقت من يو وحبت تكسرها هي كمان قدام جو، وعملت نفسها قال يعني بتحتفل بعيد ميلاده، وجابت يو عشان تخدم في الحفله. فجو اول ما شافها اتخنق ولا انت بتفكر ازاي؟ ويو هي كمان اتفاجئت اول ما شافته لانها ياما دقت على راس طبول، فمش هتيجي عليها هي. بس جو في الرايحه والجايه عمال يبص لها، واول ما دخلت المطبخ دخل وراها وسابها هي وزمايلها بره وقال لها شكرا ليك على اللي عملتيه عشاني، لانه عرف انها راحت للمستثمره. وقال لها كمان انها وافقت انها تكمل معانا والفضل يرجع لك عشان وقفتك جنبي. ففرحت له جدا ومسكت ايده، واول ما شافت العقربه داخله عليهم سابت ايديه وارتبكت وهي بيشيل صينيه الشاي وكسرت البراد كمان. فنزل هو ينظف مكانها وقال لها ابعدي انت عشان الحاجه سخنه. ويون واقفه هتولع من اللي بتعمله، وبكده السحر يتقلب على الساحر. وبدل ما كانت جايباها عشان تهزقها شافته وهو بيعملها بحنيه وكمان خايف عليها. واول ما خرجوا هما الاثنين قعدت تعيط على نفسها لانها شافت نظرات عيونه ليها واتاكدت فعلا انه بيحبها. وخدها جو عشان يوصلها البيت، وهوب جو يتهور عليها لانه خلاص بقى بيحبها ومجنون بيها. بس هي اتصدمت من اللي عمله وقالت له ما ينفعش كده يا سي جو. ومن وقتها ما بقتش عارفه تواجهه وطول الوقت بتتهرب منه. فقال لها على فكره انا مشغول جدا بس جيت عشانك، لان دلوقتي ما اقدرش اعيش من غير ما اشوفك. وقال لها دلوقتي بعد ما شفتك بقيت زي الفل، سلام يا قمر ونشوف شغلنا بقى. ولما السواق عرف انها لسه بتروح المخبز بتاعهم فقال له جو ما ترجحه لها. قال له خايف ارجحه لها تسيبني وتبعد عني، لانها لحد دلوقتي ما ادتلوش ريق حلو. وتاني يوم بعت لها السواق وقال لها انه تعبان، وده لان رجليه ورمه وسخن. واول ما شافت رجله مربوطه فقلقت عليه وقعدت جنبه وعملت له كمادات. وشافت لعبه غريبه جنبه فمسكتها وشغلتها. فقال لها سيبيها وما تلمسهاش تاني، وده لانها لعبه موسيقيه وبتفكره بامه. وقال لها ما تزعليش مني لو زعقت لك، انا كنت خايف لان كنت السبب في موت امي. وقال لها ان والدته ما كانتش مبسوطه مع ابوه، وطول الوقت كنت حاسس انها عايزه تهرب من البيت ده بس ما كانتش عايزه تسيب البيت عشاني. وعيط ولا انا حاسس ان امه بتكرهني. فقالت له انت غلطان لان مفيش ام بتكره ابنها ابدا، ولو عارفه انك زعلان دلوقتي هتزعل جدا على زعلك. ولما جت تقوم قال لها خليكي جنبي لانه بقى بيحس معاها بالامان. ولما عرفت من الحقير بتاعها ان جو لازم يعتذر لصاحبه واللي هو نفس الحيوان اللي كان عايز يغتصبها بعد ما ضربه في الحفله قدام الناس كلها، فراحت له واعتذرت له بنفسها من غير ما جو يعرف. ولما رجعت لقيته مستناها قدام البيت، وده لان يوم اجازتها وعشان ما شافهاش فراح بنفسه عشان يشوفها. واول ما قالت له انها لازم تدخل البيت فعمل نفسه ان رجله بتوجع عشان تفضل قاعده جنبه. ولما طلعت هي تطمن عليه فلقته ماشي زي القرد، وعرفت انه كان بينصب عليها وعاملها حجه. وطلع ان في حد صورها وهي بتعتذر للحيوان. فجو اول ما شاف الصوره اتخنق جدا، فراح لها وهو متعصب وقال لها ازاي تعملي كده؟ فقالت له ازاي اعرف ان شركتك في خطر بسبب وما يعتذرش؟ فلا الغلطه مش غلطتك، دي غلطتي انا لاني اخدتك الفندق في اليوم ده. انت ليه دايما بتحملي نفسك الذنب؟ ولانها بدات تحبه هي كمان. فقالت له انا ما عملتش حاجه غير اني ساعدتك وممكن اعمل اي حاجه تتخيلها عشان خاطرك. ولانه مش مصدق انها اخيرا بقت بتحبه وانها فعلا ممكن تضحي عشانه. فقال لها انت بجد عملت كده عشاني؟ فقالت له اكيد لان مفيش سبب تاني. ويوم بقت مستعده تعمل اي حاجه المهم انها في الاخر تتجوز جو. فقالت لوالده على اللي حصل بينهم، فجاب يو عشان يبعدها عنه زي ما بعت جي قبل كده. ولا انا عارف انك ساعدت جو كتير بس اللي هو من توبك ولا انت من توبه، فاعملي حسابك مش هتشوفيه تاني ابدا. فجو اول ما دخل وشافها قاعده معاهم اتعصب عليهم وقال لهم انتوا بتعملوا فيها ايه؟ لانهم قاعدينها كلها زي التلميذ الخايب وكله عمال يسلخ فيها. وخدها من ايديها والله يلا نمشي من هنا. ومرات ابوه قالت للخدام يطردها، ولانها واقفه محرجه قعدت تعتذر لهم كلهم. وجو واقف هيتجنن ويقول لها انت بتعملي ايه؟ هو انت غلطت عشان تعتذري؟ وبعد ما طردوا يون قالت له اعمل حسابك هتجوزك يعني هتجوزك. فقال لها على جثتي لو اتجوزتك، وقال لابوه لو قربت منها مش هسامحك العمر كله. وراح وراها بيتها زي المجنون واتحايل عليها كتير عشان تفتح له الباب بس رفضت وقالت له ارجع لهم. فقال لها مش هكرر الغلطه تاني وخلاص ما بقاش فارق معايا ابويا يطردني لان محتاج لوجودك جنبي. ولانه يو حبته بجد وقعدتها بتضحي من اجل حبيبها فداست على مشاعرها عشان ما يخسرش اهله ويرجع لحياته الطبيعيه من تاني. وقالت له كنت بستغلك عشان انتقم من دو. وقالت له كمان انها ما بقتش طايقه تشوف وشه لانها بتفكرها بالحادثه والذكريات الاليمه. ولانه فهمها وعارف انها بتضحي عشانه فقال لها خلاص انا همشي بس ما تقسيش على نفسك.
ويعيط ومش قادر يمشي ومستناها تخرج له، وهي كمان بتعيط وعايزه تسمع صوته ومش عايزه يمشي. وتاني يوم راحت تعيط لحبيبته اللي ماتت وقالت لها ما تزعليش مني لان حبيته وتمنيته يكون ملكي ولو حتى اليوم واحد، ولانه مراقبها 24 ساعه فسمعها وهي بتتكلم هناك. وعشان كده لما جت تركب الباص فشدها منه وخدها في حضنه، فالسواق قفل العربيه ومشي وقال لك يا عم سيبك منهم دول حبيبه، خلينا احنا نشوف اكل عيشنا. وهي قالت له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ فقال لها مش هسيبك ابدا وهفضل معاكي مهما كان الثمن، بس اهم حاجه خليكي جنبي وما تسيبينيش. ولما الصايعه شافته وهو بيوصلها وعرفت ان هم خلاص بقوا زي السمنه على العسل، فيو قالت لها والله انا حاسه اني محروجه، بقى اللي كان معذبني هو دلوقتي حبيبي. فقالت لها ما يقع الا الشاطر، وبعدين مفيش حد فينا بيختار نصيبه. ويون خلاص اتجننت على الاخر وقررت انها تدمره لانها مش قادره تستغنى عنه، وقالت له دول لازم ندمر الشركه ولما ابوه يعرف هيجي لي راكع. فلما جو عرف اللي بتفكر فيه راح لها وقال لها انت ناوي على ايه بالظبط؟ فقالت له وهي بتعيط عايزاك انت، وقالت له بحبك ومش قادر اعيش من غيرك، اديني قلتها لك ارتحت. ومع كل الانهيار اللي هي فيه قال لها برضه انا اسف وسابها ومشي. فقالت له هدفعك ثمن اللي انت بتعمله ده غالي. وبالفعل يوم بدات انتقامها لان الموظفات اللي في المطعم قروا في الجرايد ان المطعم اللي هم شغالين فيه هيتباع، وبدا كلهم يخافوا ان هم ينطردوا من المطعم بعد ما يمسكوا واحد جديد، وده لان كل واحد منهم عنده التزاماته. فيو بدات تزعل عشانهم، والطبيعي والاكيد ان هي هتضحي، بس قبل ما تضحي عشان الموظفين ضحت بلول الاول واللي ذلها، وده لانها راحت لاهله وفضحته وكمان هددته انها تفضحه في الصحافه، وعشان كده جالها ركع وطلب السماح. فقالت له كان في منه وخلص، اشوفك بكره في المحكمه. والصايعه جابت جرده الميه وحمته بيه وقالت له معلش بس انا كنت شامه ريحه حاجه معفنه. فقام من قدامها زي المجنون وراح بسرعه خد الملفات اللي ماسكها على شركه جو وراح لجون عشان يساوموا بيها. وفي نفس الوقت كانت يو رايحه المحكمه ورن عليها عشان تسمع الكلام اللي بينه وبين جو ويهددها انها ما تقدمش المستندات اللي معاها واللي هدينه بقتل ابوها، والا جو هيخسر كل حاجه وهيتسجن كمان هو ووالده. وقال له يو الموضوع في ايدك، شوفي بقى تختاري ايه. وده لانه عارف انها بتضحي عشان حبيبها. ولما جو اكتشف الموضوع رن عليها فقفلت مع الناطع وكلمت حبيبها واللي طلع ارجل منه بسنين وقال لها ما تقلقيش عليا، اعملي الصح وما تخافيش عليا، مش انا اللي اخسر بسهوله. فسمعت كلامه وراحت قدمت الورق للمحكمه وقال له يوم من النهارده انت ما تلزمنيش. فقالت له للدرجه دي هي مهمه عندك قوي كده؟ فقال لها فوقي من اللي انت فيه لان مش دي يون اللي اعرفها. ودو قال له هتندم على اللي انت عملته. فقال له كنت هندم في حاله واحده، لو كنت انقذت نفسي على حسابها زي ما واحد صاحبنا عمل كده. فدو قال له لو وقعت مش هقع لوحدي، ولان دو خلاص بيقع. فقال لنفسه عليا وعلى اعدائي، وخد بالفعل الملفات ووداها للصحافه وقال يعني بيكشف فساد الشركه، وما استناش كمان وطلع في التلفزيون وبدا يتكلم عن الرشاوي والفضايح اللي في الشركه. فيو اول ما شافته بيتكلم خافت على جو، بس جو بكل بساطه طلع في مؤتمر وكذب كل اللي هو قاله، وكمان طلعوه حرامي. وعشان كده طلع بسرعه على يون ولقى المعرض بتاعها متكسر وهي كمان متعوره، لان لما ابوها عرف بالموضوع راح ضربها علقه محترمه. فعرض عليها ان هم يهربوا سوا يعيشوا مع بعض. فقالت له وهي بتعيط وانا ما قلتلكش بسبب اللي انت عملته ده انا اخيرا هتجوز جو. فاتصدم هو كمان، ولان يو اكبر مضحيه في التاريخ والله المفروض يتعمل لها تمثال في التضحيه. المهم خدته عند قبر ابوها وقالت له انا خسرت ابويا فمش عايزاك انت كمان تخسر والدك وحرام العمال اللي هيتقطع عيشهم في المطعم. وبالفعل ينفصلوا الاثنين وترجع البيت وهي منهاره من العياط لانها بعدت عنه، وهو كمان راح يتجوز يون بعد الحرب اللي كانت دايره بينهم وعشان ما يخسرش شركتهم ولا ابوه. وبعد ما يو فاقت وما بقاش وراها حاجه فضت للندل بتاعها وخدت له الصحافه وطلعت على اهله وقالت لهم ابنكم ساب ابويا في الشارع، سابه ماشي حافي في البرد لحد ما مات. ففكروها اتهبلت وجايه بقى عشان تسوق سمعه ابنهم. فقالوا لها مش كفايه قتلت واحده؟ فقالت له وهي مخنوقه ومتعصبه ابنك اللي قتل وانا من خيبته رحت ضحيت عشانه. ولما والدته شافت عصبيتها عليها فبدات تخاف منها وخافت انها تفضح ابنها بجد، وعشان كده قالت لها مش عايزه تشوف ابنك. فقالت لها وهي بتعيط ابني، وطلع ان ابنها ما ماتش والقادره هي اللي عملت كل الكلام ده لانها كانت عايزه تبعدها عن ابنها باي طريقه ومش عاوزه اي حاجه تربط بينهم. فاول ما شافت صور ابنها انهارت وقالت لها جالك قلب ازاي تعملي فيها كده زي ما ابنك غالي عليكي؟ فابني غالي عليا قوي. ومسكت فيها وقالت لها ابن فين يا قادره؟ وده هو كمان واقف ومصدوم، وطلع انه اساسا ما يعرفش عن الموضوع حاجه، وعرفت ان ابنها عايش مع واحده ما بتخلفش. فراحت له بسرعه عشان تشوفه، واول ما شافته قدامها روحها رجعت لها وقعدت تحضن فيه وهي بتعيط. ولان الواد ما يعرفهاش وخاف منها فنادى على امه اللي ربته، ففكرتها مجنونه وخدته منها وهي واقفه هتتجنن عليه، وقعدت تصوت في وش ده وهي منهاره وقالت له اتفرج على ابنك شوف انت خدت مني ايه. وعلى طول بلغت في والدته انها زورت شهاده وفاه ابنها. فالشرطه جت قبضت عليها وراحت لها في السجن عشان تشوفها ذليله، وقالت لها عايزاك تشوفي اللي شاف ابويا ومين اداك الحق عشان تحرميني من ابني. والست اللي بتربي ابنها راحت لها عشان تترجاها انها ما تاخدش سن منها، لدرجه انها كانت هتبوس رجليها عشان تسيبه لها، وده لانها هي اللي مربيه وكبرت معاه. فعيطت هي كمان على عيطها وقالت لها سامحيني ما اقدرش اسيب لك ابني اللي اتحرمت منه سنين. ولما دخلت اوضه ابنها اللي عايش فيها لقت انها مدلعاه ومش حرماه من حاجه. ولما الولد رجع من المدرسه وشافته وهو بيتكلم معاها وقد ايه بيحبها وبيخاف عليها فقعدت تبص لهم وهي صعبان عليها نفسها. ولما شاف الست بتعيط فزعل على زعلها وقال لها لو الست دي مزعلاك امشيها لك من هنا. وهي واقفه منهاره من العياط وهي بتسمع كلامه ومش قادره حتى تقول له انها امه. وبعدها قابلتهم بره هم بيفسحوه، ولان الواد بدا يتضايق منها
لان امه اللي مربياه اول ما بتشوفها بتزعل، وعشان تعوده عليها قالت له انا صاحبه والدتك وناديني يا خالتي. فالولد فرح واطمن من ناحيتها، وهي من جواها بتتقطع. ودو كمان شافه وهو بيلعب مع ابوه اللي مربيه، فيو قالت له شوف اللي انت عملته فينا وتحسر العمر كله على اللي فاتك. فانهار وقعد يضرب نفسه بالاقلام، وقعد يعيط على اخره ويقول لها انا اسف. بس هي خلاص رمت طوبته وسابته ومشيت، لان العياط مش هيرجع اللي فات. ورجعت يو البيت وهي حزينه عشان ما قدرتش تجيب ابنها، وده لانها عرفت انهم لما خدوها منها في السجن ولما راح للعيله اللي موجوده معاه دلوقتي فضل يعيط لمده اسبوع ومش راضي ياكل، وعشان كده ما رضتش تجيبه لانها خافت انه لما يجي معاها انه يفضل يعيط لها طول الليل. ويوم بعد ما اتجوزت جو فضلوا برضه زي الاغراب في حياتهم، وبقت حياتهم كلها كئيبه. فجو فكرها بالماضي وقد ايه هما كانوا مبسوطين مع بعض لما كانوا صحاب، وعيط لها هو كمان وقال لها اسف اني جرحتك وما تزعليش مني لان الحب ده غصب عني. فانهارت هي كمان من العياط، ففاقت اخيرا لنفسها لانها كانت متخيله لما يعيشوا مع بعض ويقربوا من بعض اكتر فممكن يحبها. بس للاسف ده ما حصلش، وعشان كده طلبت ينفصلوا ويرجعوا اصحاب من تاني. وده على عينيها. ويو بعد ما شاف ابنه ضاع منه فاق وعرف انه خسر كل حاجه، خسر الانسان اللي ضحت عشانه وخسر ابنه واهله، وعشان كده راح سلم نفسه واعترف ان هو اللي قتلها. ويو رجعت تبدا حياه جديده، ورجعت تفتح المخبز اللي ابوها سابه لها بعد ما جو رجع لها البيت تاني، واستسلمت للامر الواقع ان ابنها يعيش مع واحده تانيه على امل انها تزوره كل فتره ويرجع لها جو كمان بعد ما ضحى بكل حاجه عشانها. والاول مره تلاقي اللي يضحى عشانها مش اللي تضحى عشانه، لانه ساب كل فلوس وشركات ابوه وبقى فيها موظف زي اي موظف عادي، وده كله عشان خاطر عيون يو. وبكده يخلص المسلسل. اتمنى يكون عجبكم، والحمد لله النهايه سعيده. ربنا يسعد ايامنا كلنا، وانتظرونا في المسلسل القادم ان شاء الله. سلام.